تخيل لحظة وانت بتردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لحظات إيمانية راسخة بتتزرع جوه روح الإنسان، ساعتها بيستجمع كل دعواته لرب العباد في الأرض المقدسة. في الوقت ده وفي التوقيتات دي الإنسان بيحس إن اتولد من جديد. علشان كده بنوفر لك كمجموعة شركات إيرباص للسياحة والنقل أفضل تجربة روحانية وإيمانية تفضل محفورة جوه ذاكرتك من داخل الأراضي المقدسة في مكة والمدينة. علشان كده بنتفضل ونتشرف بوجود صحبة كريمة موجودة معانا تأدي أفضل خدمات إدارية ودينية، ومن أفضل علماء الأزهر الشريف لأفضل أئمة أفضل المساجد، وهو مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه فضيلة الأستاذ الدكتور مؤمن الخليجي، خطيب وإمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. بنتشرف بصحبته في رحلات العمرة والحج لتقديم أفضل الخدمات الإيمانية والدينية كمشرف ومرشد وميسر لكل التفاسير الدينية والإسلامية اللي حضرتك بتحتاجها خلال رحلة العمرة وخلال رحلة الحج. دكتور مؤمن، خلال رحلة الحج والعمرة كل عملائنا بنتشرف بخدمتهم، لأن دايما خدمة ضيوف الرحمن هو أكبر شرف وبركة بتحصل عليها مجموعة شركات إيرباص للسياحة والنقل. نصيحتك لكل المعتمرين والحجاج اللي بيكونوا معانا إزاي يهيئوا نفسهم إيمانيا ودينيا وروحيا ويلقوا كل همومهم ما قبل رحلتهم وأثناء الشعائر في رحلة العمرة والحج؟ أولا كده بنحييكم الأول ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحيي جميع المشاهدين. وعايز أقول حاجة، أي إنسان عايز يحج لازم يجدد النية للحج الأول. تجديد النية يعني إيه؟ إن أنا أعمل هجرة، وهي العائدون إلى الله عز وجل. هجرة من إيه يا مولانا؟ هجرة من الذنب إلى المغفرة، هجرة من الغفلة إلى الوعي. وناخد بالنا حاجة جميلة جدا ولابد إن احنا ننتبه إليها، هو إيه؟ إن الحج هو الفريضة الوحيدة التي تعطي للإنسان لقب. ممكن تلاقي واحد بيصلي كتير ما حدش بيقول له يا مصلي فلان، واحد بيزكي كتير ما حدش بيقول له يا مزكي فلان، واحد بيصوم كتير ما حدش بيقول له يا صائم فلان. لكن واحد لو حج مرة واحدة فقط بس بيقول له يا حج فلان. ليه؟ لأن الحج ده هو الفريضة الذي تتم به أركان الإسلام، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أبي الحج ده أنا عطيت لك له لقب ليه؟ قال لك على سبب واحد، إن أنا رايح أخليني ما قبل مش زي بعد. أنا رايح أجدد النية بتاعتي لله عز وجل، عايز أرجع اللي سيدنا النبي قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأنا عايزك في الحج ده، أنت لما تطلع تحج هي حجة واحدة، حاول بقدر الإمكان إنك تلتزم بيها. ليه؟ لأن هي تكون مرة ومش داري إنها تروح تاني ولا لأ. فأنا عايز أخلي الحج ده هو الحج اللي هو ربنا يتقبله مني عشان أوصل رجع كيوم ولدته أمه. حتى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما يجي يبايع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام رفع يده، فقال: لما ترفع يدك يا عم؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط يا عم؟ قال: نعم يا رسول الله أشترط. قال: وما شرطك يا عم؟ قال: أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. قال: أما تعرف يا عم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ ده حاجة جميلة كمان ولازم ناخد بالنا منها، وهي حتى السيدات والنساء. يقول لك يا مولانا الجهاد ما جعل إلا للرجال، أبي إحنا كنساء ملناش جهاد عشان نجاهد؟ لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في جهاد للمرء، وهي إيه؟ وهي أن تحج إلى بيت الله الحرام. فإحنا عايزين ومن خلال هذه المنصة نبدأ نجدد نيتنا للحج. وخلي بالك، أنا حتى لو جددت نيتي يا مولانا وربنا ما رزقنيش يبقى ضيع ثوابي؟ لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت جدد النية بس، وابدأ اعزم وتوكل على الله وقدم ورقك وسيب أمرك على الله. لو أنت عملت كده
ولم يرزقك الله الحج كتب الله لك الحج إن شاء الله تعالى.